منديل ممكن؟ لا هي زي الفل تمام. يا مساء الورد على الناس اللي موجوده كلها، يا رب دايما تكونوا بخير. كانوا صلوا طيبين بمناسبه السنه الجديده. حبيت اطلع لايف مفاجئ عامه بعد الكيميتنج بتاعنا او بعد التدريب الاسبوعي بتاعنا في القاهره. عندنا تدريبات اسبوعيه كل يوم جمعه، فانا حبيت بعد منها كان في ورك شوب او تدريب مع الفريق بتاعنا بتاع القاهره. الناس هي عامله شيكات كويسه جدا وشيكات محترمه جدا وارقام كويسه جدا الاسبوع ده. حبيت اطلع اشارككم في حاجه زي كده. هيبقى لايف مهم جدا 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 للناس اللي ما تعرفش اكتر عن المجال بتاعنا، للناس اللي عندها سؤال وما تجاوبش عليه هتجاوب عليه في اللايف ده. لايف مهم جدا اوعى يفوتك. يعني عاوزك الناس اللي هتبقى موجوده في اللايف سواء سمحتوا لايف دلوقتي او سمحتوا كفيديو، اكتب كل حاجه فيه، اكتب كل سؤال او كل نقطه هتعدي عليك اكتبها معاك عشان مهم جدا جدا جدا. في البدايه الناس اللي ما تعرفنيش، انا ممدوح احمد، 32 سنه، خريج سياحه وفنادق. بشتغل في المجال ده الحمد لله احمد ربنا، بقالي 5 سنين داخل في السنه السادسه احمد ربنا يعني الحمد لله. انا من طنطا اصلا بس انا مقيم في القاهره عشان خاطر شغلي وكده. احمد ربنا الحمد لله. كنت بادئ المجال ده عشان خاطر عاوز اعمل شويه اهداف او عاوز اعمل ارقام كويسه جدا، بس ما كانش الموضوع بالنسبه لي هو بلان ايه بالنسبه لي. يعني ما كانش بالنسبه لي الموضوع حياه او موت، الموضوع كان بالنسبه لي ايه، اعمل 1000 او 2 حلوين قوي. قعدت فتره كبيره جدا ما عملتش نتائج بتاع 4 شهور. ربنا كرمني بعد ال4 شهور، بعد ما بدات ان انا اعدل الاخطاء اللي عندي، بدات ان انا اصلح شويه اخطاء هم عندي. عملت شيك كان ساعتها 13000 جنيه من خلال مجال التجاره الالكترونيه. انا بشتغل في شركه اسمها كيان دي بتشتغل في مجال التجاره الالكترونيه. ايه هي التجاره الالكترونيه؟ هو بيع منتج او سلعه من خلال الانترنت. يعني اي حاجه انت عاوز تسوق لها على الانترنت دي تجاره الكترونيه عامه. الفرق بينها وبين المشروع التقليدي ان انت لو عاوز تفتح مشروع تقليدي خاص بيك هيكلفك كتير قوي، هيكلفك. احنا عارفين بنجيب محل والمحل بنحط فيه البضاعه بتاعتنا وبندفع له ايجار وميه وكهرباء ومحاسبين وعمال، كل دي احنا بنسميها مصاريف ما قبل البيع. انا لسه ما اناش عارفه المشروع بتاعي ده هيكسب وهينجح ولا لا، صح كده؟ ودفعت كل المصاريف اللي هي ايه ما قبل البيع. التجاره الالكترونيه وفرت عليك كل الحاجات دي كلها، وفرت عليك كل متطلبات المشروع التقليدي الخاص اللي انت كنت عاوز تفتحه، وملكتك فكره مشروع متكامل بس اونلاين، ووفرت لك كل المتطلبات اللي انت كنت محتاجها. لو محتاج مخازن او مكان هي هتديك الويب سايت بتاعها، لو محتاج المنتج اللي انت هتسوق له فهي بتديك المنتجات بتاعتها شركه كيان، محتاج محاسبين فهي بتوفر لك السيستم الحسابي او السيستم عامه البنك اللي هو بيحاسبك او السيستم الحسابي اللي بينزل لك الارباح بتاعتك عامه، محتاج خدمه عملاء، محتاج شركه شحن بتوفر لك كل ده مقابل ان انت تبدا تتكلم عني وتعمل معايا هتعمل عني دعايه. عامة هو اللايف ده مش طالع اتكلم فيه، هو مش طالع اتكلم في شرح الفكره بالتفصيل، شرح الفكره هياخد مننا بتاع ساعه. بس اللايف اللي هيدخل اللايف ده او هيدخل الفيديو ده هو حد سمع الفكره قبل كده. يعني دي مش اول مره يسمع فيها الفكره، لا هو داخل يستفيد، عنده اسئله هيتجاوب عليها، فاللايف ده هيبقى مهم جدا. هيبقى معانا النهارده اكتر من قصه نجاح في اللايف بتاع النهارده بتاع القاهره. عندنا ناس زي ما انا كاتب في اللايف بتاعنا من اول 17 سنه ولحد 30 و35 و40 سنه، ناس عامله من اول شيكات 7000 جنيه و5000 جنيه و3000 جنيه، وقصه نجاحات بدات رغم ان بدايتهم في البيزنس هي اصلا عاوز اقول لك 4 شهور، عاوز اقول لك في ناس اسبوعين، في ناس 10 ايام. هتستغرب بس هتلاقي ده على ارض الواقع هو موجود دلوقتي من اكتر من قصه نجاح موجوده عندنا في التيم بتاع القاهره. فعاوز الناس تبقى مركزه كويس جدا، انت اكيد هتكون واحد من الناس دي. انت اكيد عندك نقطه كانت مخوفاك وما بداتش المجال ده. لو انت متابع المجال ده او لسه ما بداتش في المجال ده فانت اكيد كان عندك مخاوف او حاجه انت مش فاهمها، فعشان كده اتاخرت وما بداتش. زي ما انا المجال اتعرض عليا ب9 سنين، بدات في 2019 رغم ان هو اتعرض عليا في 2010، بدات بعدها ب9 سنين. هنبدا اول حد في الفريق عندي حد من الناس المجتهده جدا، يشتغل مع اكتر من حد وربنا ما كرموش في الاول، ما كانش عامل نتائج افضل حاجه، بس اشتغل معايا احمد ربنا الناس من حد الناس اللي بحب الشغل عملي على طول، مش بحب اضيع وقت، يلا هنعمل على طول، مش هنضيع وقت. اشتغل معايا بتاع ما كملش 4 شهور متهيالي، صح 4 شهور متهيالي، يعني 1900 في 1500 في 4000 في شغل الاسبوع ده. امبارح انا هسيبه هو يتكلم عن الشيك بتاعه بتاع امبارح. عامه معانا كوتش ابراهيم حسين، اتفضل يا كوتش ابراهيم. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ طبعا شكرا كوتش ممدوح على التقديمه دي. اعرفكم بنفسي طبعا، معاكم ابراهيم، انا من الجيزه. بشتغل في البيزنس ده بقالي تقريبا حوالي سنه و3 شهور وكام يوم كده. بدات البيزنس ده علشان كان نفسي ان انا اغير من حاجه انا متعود عليها كل يوم. انا حد اصلا انا قبل ما ابدا المجال ده كنت بشتغل حلاق، ما كانش ليه علاقه بالمجال ده، وما كنتش اسمع عنه. كان 7 سنين مهنتي الوحيده هي الحلاقه عامه، ما بفهمش في اي حاجه غيرها. وكان نفسي نعمل حاجه مختلفه شويه غير الحاجه التقليديه اللي انا متعود عليها، اللي انا كل يوم بروح المحل، اجي من المحل اعمل لي مثلا 100 ولا 50 جنيه 60 جنيه 70 جنيه في اليوم، ايا يكن الرقم اللي انا بعمله.
فبعيدا عن الفلوس، بس انا كان نفسي ان انا اغير من الروتين ده، ما كانش عاجبني. انا حد بيحب يطور من نفسه، حد بيحب يعمل حاجات مختلفه كل يوم. في حته الروتين ده عامه لا، ما كانش عاجبني جدا. فبدات ان انا سيرش اكتر على السوشيال ميديا عن اي بزنس عامه في فكره مختلفه، لحد ما لقيت المجال ده وعجبني جدا جدا. كان عندي اكتر من حاجه مخوفاني، بس عامه الحمد لله يعني بعد فتره محترمه جدا. ربنا ما كانش كرمني في البدايه زي ما كان كل وضوح بيتكلم. كان عندي اكتر من خطا في البدايه كنت بعمله، فما كنتش بعمل ارباح بسببه عامه. لما نقلت طبعا مع كوتش ممدوح، فضل يرجع له طبعا بعد ربنا، ظبط معايا الاخطاء دي وعدل معايا اكتر من نقطه. الحمد لله وصلت لمستوى الشيكات. الاسبوع اللي فات مثلا الشيك بتاع الاسبوع اللي فات الحمد لله وصلت لمستوى الشيكات تخطى 7000 جنيه في الاسبوع، وانا كنت حلاق. لو عملت لي 2000 جنيه في الشهر يعني كنت ببوس ايدي ووشي وظهري. يعني يوم ما كنت بعمل 3000 جنيه انا كنت ببقى طاير في السما وانا حلاق عامه. في الشهر اللي انت توصل بعد حوالي سنه من شغلك عامه لمستوى الشيكات يتخطى 7000 جنيه في الاسبوع. الحمد لله بقى عندي فرقه تسويقيه في اكتر من 6 محافظات تقريبا في مصر، وداخل على ال7 كمان. فالحمد لله كل ده وصلت له في خلال فتره صغيره جدا مع كوتش ممدوح. قبل طبعا الفتره في البدايه كان عندي نقطه مخوفاني جدا، ممكن تكون مخوفه حد، هي نقطه الفريق عامه. اللي هو انا كنت اصلا حد حلاق معروف عن الحلاقين اللي هم رغايين جدا، وانا كنت عكس اي حلاق في الدنيا. انا كنت الوحيد الحلاق اللي هو ما بيتكلمش خالص، هو ساكت كده. انا ده كانت شخصيتي عامه قبل ما ابدا البيزنس. حد منطوي جدا، حد ما عندوش علاقات، حد ما يعني ما بحبش اتكلم كتير مع الناس عامه. اي فرح مثلا قرايبي لا، انا ما بروحش افراح، حتى لو عازم ما بروحش على اي مكان فيه تجمع عامه ما بحبوش. فانا كانت دي شخصيتي قبل ما ابدا. لما بدات البيزنس ده كنت خايف بسبب، او ما كنتش عايز ابداه بسبب حته الفريق عامه. انا ما عنديش علاقات، مش هعرف ابني فريق، مش هعرف اكلم حد، انا حد انطوائي. فالحته دي عامه كانت معطلاني قوي، كانت موقفاني جدا بسبب حته ان انا مش هعرف ان انا اخلي يكون في حد عندي في فريقي، لان انا مش بعرف اتعامل مع الناس. تمام. بس لما بدات البيزنس ده لقيت ان هو كله تطوير عامه. البيزنس ده كله تطوير شخصيه، تطوير مهارات. بدات اتعلم البيزنس ده خطوه خطوه. لقيت الكوتش بتاعي معايا عامه هو اللي كان بيساعدني على بناء الفريق اللي انا كنت خايف منه ده، لان هو اصلا بقاله في البيزنس 5-6 سنين مثلا، وهو عمل الحاجات دي قبلي، فهو فاهم هو بيعمل ايه، وعمل فريق وعمل كل اللي انا كنت خايف اصلا منه. فلما بدات انا مش هشتغل بخبرتي انا، لان انا اصلا ما عنديش خبره، انا لسه بادئ اصلا. فاشتغلت بخبره مين؟ اشتغلت بخبره الشخص اصلا اللي هو عمل كل الكلام ده قبلي عامه، وعمل كل النجاحات دي قبلي. فلو في حد هو خايف من النقطه دي زي كده في البدايه، لا اطمنك عادي، مفيش اي مشكله. مش شرط ان انت يكون عندك علاقات، لان اصلا انا ما اعرفش حد في اللايف ده خالص. فريقي كله اصلا انا ما اعرفوش، يعني يعتبر ما حدش معايا بدا البيزنس ده غير والدتي واختي الصغيره، الناس اللي انا اعرفها عامه. مفيش حد من صحابي من قرايبي، الناس اللي انا اعرفها ما حدش بدا معايا خالص منهم. كل فريق اصلا ناس مش من خلال السوشيال ميديا عامه. فالبيزنس ده هو بيقدر يوصل لحاجات كتيره جدا من خلال السوشيال ميديا والنت. ربنا يوفقكم وربنا يكون معاكم. يعني بصوا يا شباب، دي نقطه من ضمن النقط المهمه جدا اللي انا اكتشفتها في البيزنس، ان هو مش مرتبط بسن. انت قلت سنك صح؟ لا ما قالش سنه؟ لكن انت هتقول كام سنه بس، قول لهم كام سنه، معلش كام سنه يا جماعه. انا عندي 18 سنه. هو لسه ما تمش 18 سنه يا جماعه، هو لسه بيتحرج يقول ان هو 17 وكسر. و7000 جنيه في الاسبوع، عارف يعني ايه؟ انت قول انت بقى، عارف يعني انت قول بقى بينك وبين نفسك يعني ايه؟ يعني البيزنس، لو انت داخل البيزنس مفكر ان انا مرتبط بسن معين، فانت لا، انت في حته ثانيه خالص. مرتبط بمؤهل معين، فانت برضه في حته ثانيه خالص، لان انت هتشوف اعمار سنيه مختلفه، وهتشوف قصص نجاحات مختلفه، وفئات عمريه مختلفه، ومؤهلات مختلفه في اللايف ده. هتشوف حاجات مختلفه تماما. 7000 جنيه وهو اصلا داخل على 18 سنه. تخيل اللي هو اصلا انا ممكن اشتغل في الوظيفه بتاعتي 14 سنه ما وصلتش للرقم ده في الشهر، وتلاقي ناس بتاخد 2000 جنيه. دي حقيقه والله بجد. وجوه اللايف ده هتلاقي ناس بتاخد بال 2000 جنيه في الشهر وبيشتغل بال 12 ساعه. تاني حاجه مش مرتبط بعمر عامه. هي معانا حد تاني مختلف، محمد هو لسه بادئ بقاله 5 ايام. يعني اللايف ده مش هتلاقي ناس بقالها سنه، هتلاقي 7 شهور، هتلاقي اللي بادئ بقاله 5 ايام واللي بقاله 10 ايام. فقصه النجاحات هتكون مختلفه. واسيبكم برضه، واسيب محمد يعرف نفسه برضه بيكم. سيب علي في ايده، سيب علي في ايده. مساء الخير، انا محمد رفاعي، 28 سنه، من اسماعيليه. يعني اول ما حبيت ان انا ادخل في المجال ده ما كنتش اعرف عنه اي حاجه، وطبعا الفضل يرجع لربنا اولا، ثم الكوتش ممدوح او الكوتش ابراهيم. فيعني انا ما كنتش اعرف عنه اي حاجه، وكان ليا اهداف وكان ليا حاجات كتير كنت نفسي احققها. فشغلي عمره ما كان هيعمل الكلام ده. يعني انا شغال في تسهيل، تمام، فاللي هو يعني انا كنت بدور على اي حاجه ان انا ازود بيها دخل. فان الشغل دوت مش هيعمل لي كل حاجه مره واحده، لازم يبقى في دخل تاني او في حاجه تانيه ان هي تزود معايا الدنيا او تزود معايا الدخل.
فيعني لما حبيت ان انا ادخل في المجال ده، بدات ان انا اتعلم واشوفهم بيعملوا ايه، وبيعملوا الشيكات وبيعملوا مبالغ وبيعملوا حاجات كتير. فبدات ان انا اتعلم منهم واشوف منهم حاجات كتير يعني هتغير حياتي وهتغير حاجات احسن. تمام. فاللي هو يعني انا لقيت حاجات انا ما كنتش شايفها، ما كنتش عارفها. فكل الكلام دوت انا يعني بدات اشوفه وبدات اعرفه وبدات اتعلم منه وبدات اشوف حاجات كتير انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه. تمام. فانا كان يعني اول حاجه كنت عايز اعملها ان انا اطلع ابويا وامي عمره. الله بجد محمد. يا جماعه محمد بادئ بقاله 5 ايام. فكره ان هو يطلع يعمل لايف على الفيسبوك او يتكلم في حاجه زي كده، فالموضوع دي اصلا لوحدها قصه نجاح. يعني انت يكون عندك حاجز تكسر حاجه زي كده، حتى هو ما كانش عاوز يطلع، فقلت له لازم تطلع حتى لو دقيقه واحده انت هتتكلم فيها. 5 ايام. فبالنسبه له يطلع لايف على الفيسبوك على صفحه الكوتش بتاعي مثلا او حاجه زي كده، فالموضوع اصلا نفسه ده نجاح لوحده اصلا. ان شاء الله تكسر الدنيا باذن الله وتحقق كل التارجت اللي انت نفسك فيه باذن الله. قصه النجاح اللي جايه معانا هتبقى مختلفه شويه، هي مش عندي في الفريق عامه، بس من الناس المجتهده جدا بجد اللي انا قعدت معايا في يوم من الايام. فقلت للكوتش بتاعها، والكوتش بتاعها في اسكندريه، فقلت له بص انا عاوز الشخص ده هيبقى معايا انا دايركت، هيبقى زيه زي اللي في الفريق عندي. كانت بتعمل شرح الفكره، اجابات الاسئله، بترد على الناس، بتشرح الفكره. في يوم من الايام لقيتها زي بالظبط، فكنت مبسوط جدا. حد بيطبق المعلومه اللي بتقال لها زي ما الكتاب بيقول. فجاه واحده راحت عامله نتائج، عملت شيكات، عملت ارقام كويسه جدا، لقيتها ظهرت بعد فتره قليله جدا. اسيبها تعرفكم بنفسها. كوتش فاطمه. مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ في البدايه كده احب اعرفكم بنفسي. معاكم كوتش فاطمه سيد. انا عندي 22 سنه من الجيزه، خريجه كليه دار علوم، بقالي 4 شهور في البيزنس. اولا كده انا ليه بدات البيزنس؟ كنت نفسي جدا ان انا ابقى في بيئه محيطه تانية غير البيئه اللي انا فيها، دي حاجه. تاني حاجه انا كنت واحده بشتغل في وظيفه بقبض فيها 2000 جنيه، فطبعا 2000 جنيه دلوقتي ولا حاجه بالنسبه لواحده عندها طموحات كتير قوي نفسها تعملها. يعني انا نفسي افتح قوي براند يبقى باسمي انا وخاص بيا للزي الشرعي. فحاجه زي دي طبعا انتوا عارفين انها مكلفه جدا، طبعا مش هعرف اعملها في ظل ظروف البلد اللي احنا فيها دي، من وظيفه بمرتب 2000 جنيه. فدي حاجه من الحاجات اللي خلتني بصراحه اخد خطوه وابدا في بيزنس زي ده. طبعا كان في كام حاجه معطلاني، منهم مثلا ان انا ابدا اشرح اصلا او ابدا اتكلم واطلع في لايف زي ده. دي حاجه كانت معطلاني. لما بدات اتناقش في حاجه زي دي مع الكوتش بتاعي، قال لي طب يا فاطمه، هو انت كنت فاكره ان انا دلوقتي بشرح زي زمان؟ يعني انا زمان كنت بشرح زي دلوقتي؟ اكيد لا. فبالتالي طب هو قال لي، سالني سؤال، هو انا دلوقتي عرفت ازاي اشرح كده وابدا اتكلم كده؟ قلت له اكيد بالخبره والتعليم والتدريب. فجيت افكر فيها فعلا، انا هنا معايا حد اصلا خبره هيعلمني وهيدربني وهيمشي معايا خطوه بخطوه، هو الكوتش بتاعي. هيديني من يعني هو مصلحته من مصلحتي، هو هيديني من خبرته ويصبر عليا ويساعدني ان انا كمان اعمل فلوس وابدا اشرح حاجه زي دي. فلقيت ان هو لا، طب وانا اخاف من ايه؟ معلش، هو احنا كلنا فعلا لما جينا نبدا اي حاجه في حياتنا بنخاف منها. وانا دلوقتي مثلا لما اجي ابدا مثلا شغلانه جديده او ادخل كليه جديده، طبعا بكون خايفه منها. ليه؟ لان ما عنديش خبره كافيه فيها. بس الموضوع بعد كده بيختلف. بصراحه انا الحمد لله بفضل ربنا يعني ما عنديش كوتش واحد، انا عندي اكتر من كوتش زي ما قال الكوتش ممدوح. انا فعلا الكوتش بتاعي في اسكندريه، بس انا اتعلمت واتدربت من اكتر من كوتش، منهم كوتش احمد جلال الكوتش بتاعي طبعا، كوتش ممدوح وكوتش عمرو، كوتش روان، كوتش احمد علي. انا بجد بشكركم جدا جدا انتوا ساعدتوني ان انا اوصل لكل ده، والله من غيرهم ما كنتش هوصل لكل ده. فشكرا جدا ليكم، وبالتوفيق لكل حد حابب ان هو ياخد خطوه في حاجه زي دي. واي حد نفسه ياخد خطوه، لا خد وما تخافش، وبجد بجد ما تخليش الخوف هو العائق اللي قدامك. يعني لا، خلي الخوف ده هو اللي يبدا ان هو يحركك. انا شكرا كوتش فاطمه. طبعا اديني التليفون. معانا كوتش فاطمه حد من الناس المجتهده جدا فعلا بجد، اللي انا بتنبأ لها ان الفتره اللي جايه باذن الله باذن الله بمجهودها ده وشغلها وتعبها هتعمل نتائج كويسه جدا جدا جدا. فيا بخت اي حد بصراحه في التيم بتاعها. الشخص اللي جاي هو اصلا هو عند كوتش فاطمه في الفريق، فبتقول لي ينفع اقوم اجري؟ اللي هو نفس محمد بالظبط كده. فبتقول لي ينفع عشان انا بعرف الناس بيكي، بس طبعا عشان يعني في البدايه بتاعتك اهو انت قولي لهم هتجري، انت تعاملي بقى تعرف نفسها. مساء الخير. مساء الخير، معاكم نانسي. انا فعلا كنت عايزه اجري من شويه، بس الحمد لله يعني ربنا ستر. اعرفكم بنفسي. انا نانسي، 29 سنه. بدات المجال هنا علشان بصراحه اسباب كتير، وفي غير ان انا كنت متابعاهم بقالي فتره، في حاجه بقى وقفتني ما خلتنيش ابدا، اللي هي مخاوف الانسان. اي حاجه يعني الواحد بيخاف منها بس بتعطله كتير، وبتخليه طبعا يخسر حاجات طبعا كتير. بس يعني هو بصراحه ما لقيتوش هنا، لان احنا اول حاجه احنا عيله
واحده فعلا زي ما قالت كوتش فاطمه. احنا هنا مش بس بنلاقي كوتش واحد، يعني برضو كوتش فاطمه ربنا يخليها، كوتش احمد جلال ربنا يعينه عليا. المهم انا فعلا بلاقي ناس كتير برضو بتسبورتني زي كوتش ممدوح، زي كوتش عمرو برضو، ربنا معاهم يا رب. بس اهم حاجه ان الواحد يسيطر على خوفه ده ويعني ويواجهه ويتغلب على الكلام السلبي اللي بنسمعه من ناس كتير. يعني ما كان حد غيرك عمل، كان غيرك وازاي ما عملهاش، مش بالبساطه دي، لا هي فعلا كيان غيرت كل المفاهيم دي. تمام. الف شكر يا باشمهندسي. حد كنت عاوز تقوم تجري فيها عشان الله يسلمك. قصه النجاح اللي هتبقى معانا دلوقتي احنا شفنا مختلف الاعمار والشيكات او الارقام عامه مختلفه جدا. فالجزئيه اللي جايه يعني او الشخص اللي جاي حد طبعا من الناس اللي ايه هو هيعرف نفسه، عشان اول ما اتكلمت معاه دكتوراه في اداره الاعمال، دكتوراه ما اعرفش فين، في ماليزيا، في امريكا، في شهايد كتير قوي لقيته بعت لي على واتساب كميه شهايد وكارنيهات 30 شهاده يا جماعه، 30 شهاده وحاجات مختلفه. عشان تعرف ان البيزنس بتاعنا زي ما قلت من شويه هو مش بتاع حد معين ولا بتاع فئه عمريه معينه ولا بتاع تعليم معين ولا بتاع صفات معينه، بتاع كل الناس، اللي متعلم واللي مش متعلم، اللي معاه شهاده واللي معهوش شهاده، لحد درجه حد ومحضر دكتوراه عادي جدا بتاعه. عندي طب اسنان، عندي تمريض، عندي صيدله، عندي هندسه في الفريق بتاعي، عندي علوم، عندي كل حاجه. وهتشوفوا كل الحاجات دي سواء في اللايف هنا او بره اللايف. اسيبه يعرف نفسه قصه نجاح. يعني انا كنت بتكلم معاه دلوقتي بقول له انت بادئ بقالك 10 ايام، قال لي ما كملتش 10 ايام. طب شيكك كام الاسبوع او امبارح؟ قال لي 5000 جنيه. قلت له انا حرقت الرقم عشان لو انت مش عاوز تقول لا هو كمان انا حسبته انا. فدكتور محمد يعرفكم بنفسه بقى هو السلام عليكم ورحمه الله. انا محمد الكردي. انا ما كنتش هقول كل اللي قاله الكوتش بصراحه، بس طالما هو فتح موضوع التعريف فانا هعرف باستفاضه وليا غرض فيها. انا اسمي محمد الكردي، استاذ السنه النبويه بالجامعه الماليزيه واكاديميه النور الدوليه، ومستشار العلاقات العامه والتطوير بالجامعه الماليزيه واكاديميه النور الدوليه. ده حته. الحته الثانيه لايف كوتش معتمد من مدرسه ويزدم تبع الاي سي اف، اخصائي ارشاد اسري ونفسي معتمد من جامعه عين شمس، اخصائي صحه نفسيه بالبورد الامريكي، مدرب دولي معتمد في بريطانيا ومصر وماليزيا وتركيا وعمان، مدرب معتمد بمركز ديبون للتفكير بالاردن، مدرب معتمد بوزاره الشباب والرياضه المصريه، وحاليا شريك نجاح في كيان. انا عندي 35 سنه. عايزك تبقى مركز في كل التعريف اللي انا قلته دوت، 33 شهاده اللي انا بعتها للكوتش ممدوح، عشان هقول لك في الاخر انا قلت لك ده ليه. انا كمحمد دخلت البيزنس ده عشان انا عاوز انجح، بس عاوز نجاحي يبقى مختلف، بصمتي تكون مختلفه. بصمتي هتبقى مختلفه من خلال احلامي، واحلامي مش هيحققها المرتب الثابت، لاني دايما شايف ان المرتب هو الرشوه الحلال، وركز في دي قوي. المرتب هو الرشوه الحلال علشان تتخلى عن احلامك. دي اول حاجه. فاللي عايز ينجح لازم يكسر ده. طول ما انت بتاخد مرتب ثابت اعرف ان انت عايش في روتين، مش هقول سلبي بس هو روتين. انت ماشي بتروح الصبح بترجع بالليل بتقعد مع اولادك خلاص، لكن احلامك وطموحاتك لا، هي هتفضل احلام لكن مش هتشوفها على ارض الواقع. ايه اللي شجعني ان انا ادخل كيان؟ بصراحه كلمه سمعتها عن كوتش علي همام، انه محقق احلام الشباب، وانا احلامي مالهاش سقف، انا بشارك في اكتر من حاجه فاحلامي متنوعه، لكن عندي كام حلم كده عرضتهم على كيان من قبل ما اسجل معاهم، ودي شهاده في حق كوتش ممدوح وكوتش زينب وكوتش ايمان، دعموني دعم كبير جدا. انا قاعد معاكم يا جماعه اهو، دي احلامي اهي، عرضتها على الشركه، ويعني ان شاء الله نقول ان احنا اخذنا الابروف عليها ان شاء الله. الكلام ده، الاحلام ديت هتخش كل بيت مصري، هيبقى ليها بصمه من خلال كيان، ودوت بصراحه كان هدف من اهدافي. طيب هحقق احلامي مع مين؟ مع كيان في الحقيقه. انا بدات من اسبوع وعملت شيكين، واحد منهم ب 1500 والثاني ب 5600. بقول برضو احلامي ملهاش حدود، ال 5600 دول ولا ال 7000 ولا ال 10000 اللي انت ممكن تعملهم في اسبوع، احنا كنا بنشتغل 30 يوم بضغط معين ما بنلاقيهاش. وانا اتعرض عليا قريب جدا شغل مع منصات في تركيا، هنطحن طحنه معينه يوميا، وفي الاخر محمد هتاخد من 8 ل 10000، وقلت لا. وانا في وقت مثلا كلنا عارفين الظروف، احنا في احوج ما يكون لاي دخل اضافي، قررت اني انزل كيان واحط فيها بصمه واستفيد من دعم الكوتشز ليا في الحقيقه. كوتش ممدوح، كوتش زينب، كوتش ايمان فعلا داعمين ليا بشكل كبير جدا. طبعا مخاوفي انا كان اكبر حاجه بتواجهني في الشغل ده
النظره الشرعيه للشركه. هل الشركه عندها مخالفات شرعيه ولا لا؟ في البدايه لما اتكلموا معايا انا قلت لهم سمعت بقى كتير في الكلام ده، وانا حاجه زي كده جربتها وانا في اولى جامعه من فتره طويله بقى، فلا تعالى الوضع مختلف، تعالى شوف. فنزلت سقطت العقد على الشريعه، سقطت المعاملات على الشريعه، لا فده اطمأن قلبي. وبصراحه وبقولها الحقيقه، الشركه الوحيده اللي اطمأن لها قلبي ان انا اشتغل فيها بقلب وانا مطمن ان فلوسي حلال هي كيان. دي شهاده لله، والا انا ما كنتش ابقى في المكان دوت اصلا. فانا بدعو اي حد عنده تردد، زي ما كوتش فاطمه لسه قايله انها كسرت خوفها. النجاح يا جماعه ليه 4 معوقات انا هقولهم سريعا. اول حاجه الخوف، الثانيه الظروف، الثالثه البيئه، الرابعه الصحاب. الخوف يعمل فيك ايه؟ اكسر خوفك وانزل، اكسر خوفك وانزل، اعمل الحاجه اللي انت خايف منها. الظروف دي الشماعه اللي احنا بنعلق عليها، العطله بتاعتنا، اصل معيش فلوس، اصل انا ما اعرفش حد، ما عنديش داتا، طب هعمل ايه؟ طب افرض ما جاش، خلاص. البيئه طبعا، الاحباطات اللي احنا بنواجهها ومن اقرب الناس لينا هتلاقيهم ضدك. تعمل ايه؟ خلي نظرتك بعيده. ابن الجوزي بيقول كلمه جميله جدا، بيقول النظر في العواقب تلقيح العقول. يعني ايه؟ طول ما انت باصص لقدام، حلمك حاطه قدام، انت بتزداد خبرات وبتسعى ليه، ما بتشوفش اي حد، تعمل زوم ان على حلمك. اخر حاجه الناجحين والسيئين. صاحب الناجحين هتنجح. التيم اللي انا فيه، انا والله بقول للناس دول رزق ليا. التيم ده داعم ليا جدا، فوق راسي، اعمل ده، لا احنا غلطنا في هنا، لا اتعلم من ده. وانا عايز اقول ان الكوتش بتاعتي عندها 19 سنه، يعني من طلابي يعتبر تمام. بس انا فخور بيها جدا حقيقي، سعيد بيها جدا جدا جدا. كوتش زينب ربنا يبارك فيها. وانا بقى رغيت كتير، لكن بقول للناس خش في كيان بقلبك. تسلموا، شكرا لك. شكر جدا دكتور محمد، والله انا استمتعت بالحديث بتاعه والله العظيم. يعني انا استمتعت جدا بالحديث بتاعه، استفدت منه جدا في نقط هو اتكلم فيها عامه، نقط اي حد فينا هيخاف منها بجد. والله انا بشرف ليا جدا ان كنت دكتور محمد يبقى موجود معاه في التيم. عنده رؤيه غير عاديه بصراحه، بيشتغل من قبل ما يبدا اصلا على ان هو يطور حاجات كتيره جدا في نفسه، ان هو يشتغل مع الشركه، بيشتغل من اول يوم على ان الشركه دي هي بتاعتي انا فعلا. دي حقيقه، ودي من ضمن الحاجات اللي هتنجحك وتخليك تعمل ارقام كويسه جدا وبسرعه. قصه النجاح الثانيه اللي جايه مختلفه طبعا. الكوتش بتاع دكتور محمد حد من اكتر الناس اللي تعبني وهلكني جدا في البيزنس بجد، الحقيقه والله بجد تعبتني جدا لحد ما اتعلمت. بس هسكت عشان في ممكن ناس تكون بتسمع اللايف دلوقتي هم عندها زميله في الدراسه ولسه بتقول لي دلوقتي. مش هقول لكم يا جماعه ان كوتش زينب اكتر حد عذبني في البيزنس، مش هقول لكم كده، ولا اقول لكم ان هو اكتر حد تعبني بصراحه. بس حد من الناس المجتهده جدا بجد، عملت ارقام كويسه، حققت تارجت عندها كتير. فلما كانت بتيجي تقول انا دفعت مصاريف الكليه، انا جبت تليفون جديد، الحاجات دي كلها كانت بتفرحني قوي، لان هي حد بدا من تحت الصفر، حد كان عندها مشاكل كتير قوي وقدرت ان هي تتخطى حاجه زي كده وتنجح في البيزنس ده وتعمل منه ارقام كويسه. حد وصلت لمرحله ان هي في حاجه اسمها في جروب قيادي عندنا بتتعامل مع كوتش علي صاحب الشركه دايركت. فده مكسب كبير جدا ان حد يوصل للتعامل ده او المعامله دي بعد 7-8 شهور في البيزنس، بس مش اي حد بيوصل لها. اسيبها بقى تعرف نفسها اكتر، يعني كوتش زينب. ميرسي جدا والله التقديمه الجميله دي التقديمه كلها زينب تعبتني دي حقيقه والله. طيب في البدايه كده الناس ما تعرفنيش، انا عامه اسمي زينب محمد، عندي 19 سنه وبدرس حاليا في تمريض جامعه عين شمس، والحمد لله يعني داخله في سنه في البيزنس اونلاين يعني في شركه كيان. هو حقيقي فعلا اكتر حد انا تعبته نفسيا وعقليا وكل حاجه هو كوتش بتاعي، كوتش ممدوح. كنت شخصيه زنانه جدا، شخصيه اللي هو عايز تعرف كل حاجه وبتغلط كتير، وكوتش بيعدل برضه بيمشي ورايا. فيمكن من اكتر الحاجات اللي خلت كوتش ممدوح معايا ان انا كنت دايما اللي هو ايه، انا معاك، ما ماشي انا كده بغلط بس انا معاك، انا معاك في كل حاجه. دي بقى نبع عن طريق ثقه يعني الشخص قدام الكوتش بتاعه. يعني انا ثقتي كانت في كوتش ممدوح عاليه جدا، يعني لدرجه دلوقتي ان اهلي بقوا يقولوا لي ايه، والنقطه دي يعني هرجع لها، اهلي هم بيقولوا دلوقتي على كوتش ممدوح ان هو اخويا الكبير، يعني اي حاجه دلوقتي بقى يستشيروا كوتش ممدوح اصلا فيها، ده بجد والله. فبعد ما كانوا اصلا اهلي اصلا كانوا اكتر ناس سلبيه في حياتي من ناحيه البيزنس، يعني اول ناس اعرض عليهم ماما هي فعلا يمكن اكتر الناس اللي كانوا سلبيه في حياتي هم اهلي. انا عرضت البيزنس عليهم بشكل مش صح في البدايه، لان انا كنت لسه بتعلم وبتدرب، فطبيعي كنت احكي لهم البيزنس بشكل غلط، مش كله كان صح.
فبالتالي ايه اللي حصل؟ هم عشان بيكونوا خايفين علينا من اي حاجه عامه، وفي سني ده أنا لسه عامله ثانويه عامه داخله كليه، فلو انت بتعملي ده يا بنتي، ده سنك ده المفروض تستثمري في مذاكره بس، ولو شغل هيكون شغل تقليدي جدا هتاخدي لك 1000 جنيه في الشهر، وكان الله يحب المحسنين اصلا. ده كان اقصى طموحهم. لكن فكره ان انت تعملي بالخمسه وبالسته في الاسبوع احنا متعودناش على كده. فبالنسبه لهم كانت فكره اللي هو غريبه قوي. بس يعني مع بقى ان انا بدات ان انا اوريهم مؤتمرات، بدات اخليهم يدخلوا مكالمات مع الكوتش بتاعي، بدات كمان ان انا اوريهم لا المجال كويس جدا، اعمل سيرش واوريهم. قعدت افرجهم كتير لحد ما ماما يعني خلصت. انا شخصيه زنان، فطبعا ماما عملت ايه بقى من كتر زني؟ ادخلي يا حبيبتي خلاص ادخلي. بس هي ما سكتتش على كده، هي كانت فضلت سلبيه لحد ما جه يوم الحمد لله كنت ساعتها تارجت ان سيرفيس تكريم فيه، انا لقيتها الكاميرا جايباها وهي ماسكه موبايل بتصورني. ده بجد، لدرجه ان هي دلوقتي في المؤتمرات تقول لي خديني معاكي، انا لازم اجي. يعني كنتش موضوع بيواجه النقطه دي، اللي هو انا رايحه اسكندريه واقول له ماما عايز تيجي اعمل ايه؟ هي ماما بقت ان هي حابه العيله قوي 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 قوي. يعني تخيل من واحده سلبيه ولا ومفيش بيزنس ومفيش الكلام ده وانسي، لحد دلوقتي انا بديها مصروف كده في ايديها، يا ماما ده من شيك كذا، يا ماما انا دفعت مصاريف الجامعه، يا ماما ده مصروفي، يا ماما ده كذا، يا ماما ده كذا. فالموضوع ده قلب معاها بحاجه جامده جدا. بقت دلوقتي هي اللي كانت بتحذر يعني اهلي عامه واهل ماما، بقت دلوقتي هي تقول لهم لا ده زينب في حاجه جامده جدا، ده بجد كان من اقوى الناس اللي داعمين دلوقتي ليا. فبس فنقطه الاهل دي يعني يعتبر هي كانت اكبر عائق في دخولي في البيزنس، بس دلوقتي الحمد لله يعني من ناحيه اصلا اهلي جت على السيره بس من ناحيه اهلي يعني الموضوع اتحل مع الوقت ومع ان هي شافت نجاحي، فهما بيكونوا خايفين علينا في الاول والاخر والله العظيم، بس بعد كده انت اللي هتثبت لهم ده كله. بس كده مش هطول عليكم. الف شكر كوتش زينب طبعا. ولا بلاش عشان ماما تلاقي اكيد ماما معانا في اللايف. والله يا جماعه بقت حد فعلا من الناس القريبه مني جدا، بتكلمني على طول، بنتكلم مع بعض على طول في اي حاجه هي محتاجاها. زينب عملت كذا، خلينا كذا، كل حاجه بقت بتشاركني فيها بصراحه. يعني جو العيله فعلا على ارض الواقع. قصه نجاح عشان ما اطولش عليكم، اخر قصه نجاح معانا النهارده مستر ايمان، استاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. فيعني احنا عندنا كل الفئات العمريه، عندنا كل الحاجات دي. استاذ ايمان انا لسه كنت بقول الاسم بتاعها بس مش هقول عشان لو حد دخل اللايف بعد كده ما يبقاش فضيحه الاسم. بلاش. خلاص. صراحه حد من الناس المجتهده جدا. استاذه ايمان بدات معاها مع كل عند كوتش زينب في الفريق بقى لها فتره يمكن ازيد من دكتور محمد بحوالي اسبوع ولا بتاع، ما كملتش مش عارف 10 15 يوم. عامله شيكين محترمين جدا في اول اسبوعين ليها في البيزنس. حد مجتهد جدا، حد بيتعب جدا، حد هارد قوي، شغال بطريقه غير عاديه بصراحه. حد هسيبها هي تعرف نفسها بصراحه، عشان حد من الناس اللي بعزهم جدا والله بجد. هي تعرف نفسها اكتر. السلام عليكم، انا ايمان حاتم، 28 سنه، معلمه لغه عربيه. اللي شجعني ان انا ادخل البيزنس ده اصلا ان انا حد عايز يستثمر في نفسه جامد قوي. دخلت مدرسه انترناشونال، بدات اطور من نفسي، بدات اكتسب مهارات كتيره جدا جدا. ولكن سبحان الله احنا اتعودنا ان احنا دايما بنتربى على فكره الوظيفه. اجتهدي علشان تدخلي كليه كويسه، علشان تبقي موظفه قد الدنيا. بس بعد 7 سنين وظيفه لا، انا مش حاسه ان انا يعني مش قادره احقق كل الاحلام بتاعتي، كل التارجتس اللي في بالي اصلا مش عارفه اعملها. ولذلك اتجهت ان انا احافظ على الوظيفه بتاعتي، بس يكون عندي اعمال خاصه. طيب ايه بقى البيزنس بتاعي؟ بدات اتجه، لقيت شركه كيان، نزلت وسالت وعرفت وغلبتهم معايا طبعا في الاسئله، خليتهم احيانا يدوني حاجات كتيره قوي. بس اللهم لك الحمد قدرت ان انا احقق نجاح. عرفت ان هو ده الطريق اصلا اللي انا كنت بدور عليه بقالي كتير قوي. المشكله بقى اللي قابلتني ان انا ما كانش معايا كل المبلغ بتاعي، مش عارفه اصلا المرتب بتاعي بصرفه في ايه، بعمل ايه، بسوي ايه. بس لما لقيت ان الموضوع فعلا فرصه، وان انا بشتري عمري كله، وان انا بشتري الاهداف بتاعتي وكل الاحلام اللي انا بشوفها فعلا وانا نايمه قادره ان انا ان شاء الله احققها. لذلك قررت فعلا ان انا اتصرف في الفلوس دي باي شكل وباسرع وقت علشان ابدا البيزنس. بس شكرا جزيلا طبعا، انا بجد كوتش ممدوح ساعدني كتير جدا، من الناس برضو اللي استحملتني قوي عشان انا اسئلتي كتير. كوتش زينب كانت معايا خطوه بخطوه، تقريبا مش بتسيبني. اول ما بنصحى بنتكلم، لما بننام
بنتواصل فعلا قبل كل شيء وبعد كل شيء، فهي دايما مطمناني اني لا كله كويس كله تمام، ما تقلقيش ما تخافيش. قابلت سلبيات كتيرة جدا في الاول، وانا اصلا يعني شخصية قلقة قوي، بقلق قوي وببقى متوترة، فهي قالت لي لا والله انا معاكي، لقيت فعلا كده على ارض الواقع، ولذلك كل اللي انا اقدر اقوله كان بجد هي عيلتي التانية. بس شكرا ميرسي. اجمد حاجه بصراحه، ما شكرا جزيلا في الاخر دي بتعجبني جدا، بتعجبني جدا بصراحه. احنا اللي شكرا جزيلا كوتش ايمان ان انت معانا في الفريق بتاعنا، حد من الناس المجتهده جدا. انا كده يعتبر خلصت معاكم عشان الوقت بتاعنا، عشان احنا عندنا لسه شغل. احنا خلصين التدريب الاسبوعي بتاعنا يوم الجمعه، اخدنا ورك شوب، عملنا بلان مع بعض ازاي نكون ازاي تكون تكريم او تارجت ان سيرفيس او سبيكر في المؤتمر بتاعنا الجاي. دي كلها مستويات قياديه احنا بنوصل لها من خلال المؤتمر اللي جاي. عندنا مؤتمر في شهر 1 وعندنا مؤتمر في شهر 2. مؤتمر شهر 2 هيكون من اقوى المؤتمرات اللي حصلت في مجال التجاره الالكترونيه كلها عامه. هيكون في الاستاد ان شاء الله، في اكتر من 2000 شخص هيكونوا موجودين. فنصيحه اخر حاجه هختم بيها، لو انت حد تعرف المجال ده قبل كده، تعرف شركه كيان، اتعرض عليك الفكره قبل كده وفي حاجه معطلاك لسه او في حاجه مخوفاك، في كوتش فاطمه اتكلمت في الخوف، والشباب اتكلموا في اكتر من نقطه مهمين جدا. ارجع عشان انت معطل نفسك، مش معطل حد تاني، انت معطل نفسك انت، مؤخر نتائجك انت، مؤخر نجاحاتك انت، مؤخر الشيكات والارقام. انا كان في حد لسه بيكلمني ولسه بادئ معايا امبارح بالليل الساعه 1 بالليل، هو بقاله 8 شهور يعرف الفكره. فمين اللي كان متاخر؟ قلت له يا فلان، قال لي انا، مش حد تاني. واكتر من حد تاني. مين اللي متاخر ومين اللي عطلان؟ الشخص نفسه مش انا. انا كده كده شغال وعندي الفريق بتاعي بيعملوا نتائج وبيعملوا شيكات 5000 3000 2000 7000 غير ارقام تانيه قليله كتير، من اول 300 جنيه لحد 7 و 8000 جنيه. فمين اللي متاخر ومين اللي عطلان؟ انت مش حد تاني. ارجع للشخص اللي دعاك لللايف زي ده، هو اكتر حد. لو انت مش بتسمع لايف وبتسمعه كفيديو مسجل، اكتر حد هيفيدك وهيدلك على النصيحه الصح والمعلومه الصح الكوتش بتاعك اللي بعت لك اللينك ده. هو اكتر حد هيخاف على مصلحتك. لما انت تعمل 1000 جنيه هو هيعمل 2 و3 و4. اكتر حد هيخاف عليك، ارجع له. اكتر حد تسمع كلامه، لان اغلب الناس اللي بره في حياتنا هم في القمه ولا في القاع؟ هم في القاع. مش كل الناس اللي حوالين رجال اعمال وبيعملوا بالمليون جنيه وعندهم 2 مليون جنيه والفيلا والعربيه، لا مش كل الناس كده، الاغلبيه في القاع. فلما تيجي تتكلم معاه ان انت رايح لفكره مشروع هتخليك تغير حياتك تماما وتعمل من خلالها 20 و30 الف جنيه، فبالنسبه له انت يا عم انت هبل. هو مش منطقي الكلام اللي انت بتقوله بالنسبه له، بس هو عشان متعود على كده. هو متعود ان هو بيقعد على قهوه، انا اسف في الكلمه، مش بيكون معاه 10 جنيه او 15 جنيه ثمن كوبايه القهوه اللي هيشربها. فلما تيجي تقول له انا هخليك تعمل 20 و30 الف جنيه، فبالنسبه له انت هبل، انت مختل عقليا. ده اللي احنا اتعودنا عليه وده اللي احنا بنقابله في حياتنا بره، صح ولا لا؟ فانا اسف في الكلمه، يعني ما تاخدش راي حد في اللي حوالين منك، عشان هو هيعطلك وهيعطل نفسه. في جزء تاني مش بيكون سالك من جواه، مش هيكون حابب لك الخير عامه، ولا هيكون حابب ان هو يشوفك رايح في اتجاه تاني بعيد عنه. يا عم انت خليك قاعد جنب مني مدفيني، امال مين اللي هيقعد جنبي على الترابيزه في القهوه؟ هنلعب مع مين دومينو مع بعض؟ فانت هتسيبه وتروح تبقى رجل اعمال وتلبس بليزر وتروح تحضر مؤتمرات وتعمل فلوس، انت رايح في حته ثانيه بعيد عني. فانا عاوزك تقعد جنب مني، ما تروحش في حته ثانيه. فبالتالي لا يا عم، انت كلام اللي انت بتتكلم فيه ما فيش الكلام ده اصلا على ارض الواقع. اتعلم اكتر، ارجع للشخص اللي دعاك، اطلب منه اي حاجه انت عاوزها معطلاك، اتكلم معاه فيها ايا كانت المشكله الشخصيه اللي قابلتك او المشكله اللي عطلتك في البدايه، عشان تكون قصه نجاح من ضمن قصص النجاحات اللي هتبقى موجوده في المؤتمرات اللي جايه. شرفت جدا بيكم، مبسوط جدا ان انا طلعت لايف معاكم، بقالي فتره كتير ما طلعتش لايفات، بس الفتره اللي جايه عشان خاطر المؤتمرات بتاعتنا هيكون في مؤتمرات كتير. هنزل شيكات على الاكونت عندي، عشان في ناس كتير ما شافتش الشيكات من زمان جدا. نزلت شيكات اسبوعيه الاسبوع اللي فات، والشيكات الاسبوعيه بتاع فريقي بتاع الاسبوع ده هنزلها، هتشوفوها في بوست مجمع للفريق بتاعي كله ان شاء الله. اتشرفت جدا بيكم، ورب دايما مكسرين الدنيا سواء جوه البيزنس معانا او في اي بيزنس او اي مشروع تقليدي او وظيفه انت اخترتها بره البيزنس. ربنا يوفقك يا رب وتكسروا الدنيا.